اول امر عندنا هو sudo apt update. طيب ده بيعمل ايه بقى الامر ده؟ ده بيدور على اي تحديث موجود عندك. تمام. طيب يعني ايه بقى بيعمل ايه؟ دلوقتي وليكن مثلا انت عندك جوجل بلاي. جوجل بلاي بيجيب لك وليكن مثلا بيقول لك في تحديث لجوجل كروم. تمام. فهو بيروح محدث لوحده لو انت مفعل التحديث التلقائي. طيب ابت ابديت ده اللي هو الابجريد بقى. الابجريد ده هو النظام اللي اكنك بتضغط على التحديث بالظبط. تمام. طيب هنا هيقول لك هات الباسورد، وليكن الباسورد اللي هو كالي مثلا او اي باسورد انت كاتبه في الاول. وهنا هتلاقيه بيدور على الابديت الموجود. طيب نوقف ده دلوقتي مش عايزينه. طيب انا دلوقتي لو ما كتبتش السودو، لو كتبت مثلا apt update، طيب جاب لي هنا حاجه اسمها permission denied. يعني ايه بقى permission denied؟ هنا بيقول لي ان انا ما عنديش الصلاحيه الكامله. طيب هو دلوقتي انا دلوقتي كنظام لينكس انا في عندي كام امرين؟ في عندي ممكن اكون روت او ممكن اكون يوزر عادي. دلوقتي انا كده، طب انا عايز اعرف دلوقتي انا يوزر عادي ولا روت. في عندنا امر اسمه هو ام اي. طيب دلوقتي جاب لي اسم اليوزر بتاعي. طب دلوقتي انا لو عايز ابقى روت، في عندنا حاجه اسمها سودو اس يو. طيب كده حولني الروت على طول زي ما انت شايف كده. لو كتبنا هو ام اي زي ما انت شايف كده قال لي ان انت روت. طيب ايه الفرق بقى ما بين دلوقتي لما انا كنت مستخدم اكني يوزر عادي واكني روت؟ لما انا مستخدم اكني يوزر عادي، في عندي حاجات ما اقدرش اعملها، وليكن زي مثلا الابديت ده. طيب هل لو خليتني على طول روت على روت ايه اللي ممكن يحصل؟ دلوقتي انا لو حذفت جيت احذف حاجه مهمه ممكن احذف النظام كله. طيب انا لو غلطت دلوقتي وليكن مثلا عملت حذفت rm وليكن مثلا، ما تقلقوش يا شباب هنشرح ده كله دلوقتي. وليكن مثلا همسح rm الفولدر اللي فوق ده. دلوقتي زي ما انت شايف كده مسحها لي على طول. طب انا لو جيت دلوقتي دخلت على سله المهملات اللي هي التراش، تمام، مش هلاقيها محذوفه هنا. يعتبر كده حذفها لي خالص، ما اقدرش ارجعها. فانا لو حذفت اي حاجه او اي ملف مهم مش هقدر ارجعه. فهنا الفرق ما بين الروت وما بين اليوزر العادي. طيب تعالوا بقى نمسح ده كله، نبدا بقى من الاول خالص. دلوقتي انا لو عايز اعمل ملف جديد، وليكن مثلا عايز اعمل ملف اسمه عبده مثلا، هنستخدم امر اسمه نانو. النانو ده عشان انشئ ملف جديد واكتب جواه وليكن مثلا عبده دوت تكست. طيب زي ما انت شايف كده فتح لي الملف، وليكن مثلا نكتب واحد هلو. تاني حاجه مثلا نكتب وورلد. طيب عايزين بقى نحفظ الملف ده هنعمل ايه؟ في عندنا حاجه اسمها ممكن تعمل كنترول اكس وبعد كده واي، تمام، او في طريقه تانية اللي هي الاسهل اللي انا بفضلها اللي هي كنترول او. هتلاقيها هنا عندك كنترول او اللي هي علامه التمانية دي علامه الكنترول. كنترول بعد كده او، بعد كده هتضغط انتر، بعد كده كنترول اكس حفظها لي على طول. طيب تعالوا نشوف كده نضغط ls. زي ما انت شايف كده جاب لي عبده دوت تكست. طيب انا لو عايز بقى اشوف الحاجات اللي انا كتبتها جوه عبده دوت تكست هعمل ايه؟ في عندنا امر اسمه كات. الكات ده بيقرا
اي حاجه جوه الملف. وليكن مثلا احنا كتبنا عبده دوت تكست، عبده دوت تكست. زي ما انت شايف كده ده اللي مكتوب جوه الملف اللي اسمه عبده دوت تكست. طيب عايزين بقى نحذف الملف اللي هو عبده دوت تكست، هنعمله ازاي؟ عندنا امر اسمه ريموف اللي هو ار ام. طيب هل هنستخدم الداش ار زي ما عملنا مع وورد؟ لا، هنحذف على طول، نكتب عبده دوت تكست. طيب ليه بقى انا عملت كده ما استخدمتش داش ار؟ لما انا ما استخدمتش داش ار هنا عرفته ان انا هحذف ملف مش هحذف فولدر. طيب لو ضغطنا ls زي ما انت شايف كده حذفها لي على طول. طيب دلوقتي احنا مستخدمين كروت، انا عايز اطلع بقى من الروت ده وعايز استخدم كيوزر عادي. هنستخدم حاجه اسمها exit. زي ما انت شايف كده هرجعني ليوزر عادي. طيب انا دلوقتي بقى احنا عرفنا ازاي ننشئ ملف وازاي نحذف ملف وازاي نقرا الحاجات اللي جوه الملف. طيب انا لو عايز اعدل او لو عايز اطبع حاجه جوه ملف، تعالوا نرجع تاني ننشئ تاني ملف، بس عايزك تنفذها ورايا. قلنا هننشئ ازاي، هنستخدم نانو وهنستخدم ملف وليكن مثلا xyz دوت تكست. طيب زي ما انت شايف كده وليكن هنحط رقم 1 مثلا 3. وهنحفظ ازاي؟ قلنا هنحفظ بين كنترول او بعد كده انتر بعد كده كنترول اكس. طيب هنا قال لي ايه؟ قال لي المساحه في الديسك، ماشي اكس. نو سبيس، ماشي. هننشئ فولدر جوه هيبقى افضل. دايركتوري، هنستخدم ميك دايركتوري عشان ننشئ ملف هننشئ فولدر، وهنقول له مثلا الفولدر ده هيكون تكست او تيست مثلا تيست. can't create director no space left on device. طيب هنستخدم الروت. طيب عايزين ننشئ فولدر، قلنا هنستخدم ميك دايركتوري اللي هي دي اي ار، تمام. وهنستخدم وليكن هنقول مثلا اسمه تيست. طيب تمام كده نشأ لي التيست. لو ضغطنا ls عشان نشوف الحاجات اللي جوه عبد الرحمن هتلاقي فيها عندنا حاجه اسمها تيست اهو، الملف اللي احنا نشأناه او الفولدر اللي احنا نشأناه بعد. طيب عايزين دلوقتي ندخل جوه الفولدر ده، هنعمل ايه؟ هنستخدم امر اسمه cd. طيب cd ديت بقول له عايزك تغير لي المكان اللي انا موجود فيه، وليكن مثلا انا هقول هندخل جوه التيست اللي احنا نشأناه لسه دلوقتي، تمام. كده دخلنا جوه التيست زي ما انت شايف كده، جاب لي المسار وغيره لي ودخلني جوه التيست. طيب انا دلوقتي لو ضغطنا ls ما جابليش حاجه، ليه؟ لان انا جوه الملف او جوه الفولدر قصدي. طيب انا دلوقتي عايز انشئ بقى ملف، هنعمل ايه؟ زي ما اتعودنا نستخدم نانو xyz دوت تكست، تمام. وهنقول له نضغط كنترول او انتر كنترول اكس. طيب كده نشأ لي الملف وحطينا جواه الارقام دي. طيب امر الطباعه كات عشان نشوف، نكتب x y z دوت تكست. طيب دلوقتي انا لو كتبت x y z، تمام، عايز بقى اسرع الدنيا دي شويه. لو ضغطت عندك فيها حاجه اسمها تاب، لو ضغطت عليها هتلاقيه كتبها لك او كملها لك على طول. طيب هنضغط انتر زي ما انت شايف كده الحاجات اللي جوه.
طيب دلوقتي انا لو عايز ازود حاجات جوه بقى، عايز ازود حاجه من غير ما اكتب نانو واقعد اضيف تاني من الاول، هعمل ايه؟ في عندي حاجه اسمها ايكو. ايكو ده اللي هو امر الطباعه، وهتحط الحاجه اللي انت عايز تضيفها ما بين علامتين تنصيص. وليكن مثلا انا عايز اضيف رقم 4 مثلا. تمام. طيب انا عايز اضيفها فين؟ هضيفها جوه الملف اللي هو XYZ. في عندنا حاجه اللي هي اصغر من دي او الاكبر من، حسب ما انت هتقولها. لو انا استخدمت العلامه الواحده هحذف ده كله واحط الاربعه. طب لو استخدمت علامتين، تعالوا نجرب ونحط XYZ دوت تكست. طيب ناخد بقى نرجع تاني للامر اللي هو cat XYZ. زي ما انت شايف كده ضاف لي رقم 4. طيب لو انا قلت عملت نفس الامر تاني ولكن بالعلامه اللي هي اصغر من ولكن مره واحده، ايه اللي هيحصل؟ خلينا نغير الرقم اللي هو رقم 4 ده ونحط رقم 5 مثلا. طيب نضغط انتر كده، نضغط نجيب كات. زي ما انت شايف كده حذف لي كل الحاجات اللي جوه الملف ده وساب لي ال5 بس. طيب حاجه مش مفهومه كده يا شباب ولا الدنيا؟ طيب تمام كده يا شباب، هنكمل. طيب دلوقتي احنا عرفنا ازاي نضيف كلام جوه الملف، ولكن بطريقتين. بطريقه ان احنا نحذف الكلام اللي جوه الملف اللي كان موجود قبل كده، او اننا نضيف جوه الملف. طيب هنضيف ازاي جوه الملف؟ زي ما احنا قلنا هنضيف على الكلام ازاي؟ زي ما قلنا بالعلامتين دول. طيب لو هنضيف مره واحده ونحذف الباقي بالعلامه اللي هي اصغر من ديت مره واحده. طيب دلوقتي احنا نشأنا مجلد، تعال نشوف كده ls. احنا نشأنا جوه المسار ده الملف ده. طيب عايزين بقى ننشئ فولدر جوه. هننشئ فولدر تاني ازاي؟ عن طريق make directory، وليكن مثلا ننشئ اي ملف، وليكن مثلا. طيب كده احنا نشأنا ملف تاني، نشأنا فولدر الفولدر اللي هو التست. يبقى كده عندنا ملف اللي هو XYZ، ده ملف اللي هو دوت تكست، وفولدر XYZ. طيب دلوقتي انا لو عايز احذف الفولدر هنحذفه ازاي؟ عندنا طريقه اللي هي اسمها ريموف. زي ما كنا بنحذف الملف، كنا بنحذف الملف ازاي؟ ريموف واسم الملف على طول. طيب دلوقتي انا عايز احذف الفولدر، ريموف وداش ار، وبعد كده هنحذف اسم الملف على طول اللي هو اكس واي زد. طيب يبقى كده احنا بنستخدم مع الفولدر داش ار، بنستخدم مع الملف ما بنستخدمش مع حاجه. يبقى الفولدر بنستخدم معاه داش ار. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعرف المسار اللي انا موجود فيه دلوقتي، اعرفه ازاي؟ بي دبليو دي. طيب بي دبليو دي كبر كده، بي دبليو دي ده عشان يعرفني انا واقف فين بالظبط. تعالوا نشوف كده. دلوقتي قال لي انت واقف في الهوم في عبد الرحمن في تيست. تمام. طيب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني لو انا مثلا عايز ادخل ملف تاني، وليكن مثلا عايز ادخل فولدر تاني. تعالوا نشيل ده كده. دلوقتي انا لو عايز ادخل فولدر تاني هعمل ايه؟ تعالوا نرجع كده لعبد الرحمن تاني. عايزين نرجع خطوه بقى، نرجع للملف او الفولدر اللي هو اللي قبله. يعني نرجع ازاي؟ سي دي وعندنا نقطتين. طيب كده رجعنا خطوه لورا. لو ضغطنا ال اس، وال اس ديت زي ما اتفقنا عشان نشوف الحاجات اللي جوه الفولدر ده.
دلوقتي انا عندي ملف اسمه مثلا تيست وملف اسمه تولز. طيب دلوقتي انا لو عايز ادخل على ملف اللي هو اسمه تولز وانقل فيه ملف تاني انقله، تعالوا ندخل كده جوه تولز سي دي تولز ls. هنا عندي مثلا التولز دي كلها، لو انا عايز انقلها انقل تولز معينه مثلا للتيست، للملف اللي هو التيست، هنقل ازاي؟ عن طريق الكوبي. طيب لو ضغطنا كده كوبي واسم الملف اللي هو او اسم الاداه اللي هي ارجن مثلا، تمام، عايزين ننقلها لمسار تاني. طيب المسار اللي هو التيست ده هنقله ازاي؟ هل مثلا لو كتبت تيست كده هل كده هينقلها؟ اكيد لا. طيب ليه بقى؟ تخيل دلوقتي انت معايا، انت في عماره. طيب العماره ديت فيها كذا شقه، انا عايز اطلع شقتي وعايز ادخل مثلا اجيب هدوم من الدولاب، هل ينفع ادخل اي شقه؟ اكيد لا. او ينفع مثلا لو انا في الدور الارضي وشقتي في الدور الثالث وعايز اجيب هدوم، هل ينفع ادخل من الارضي؟ لا، لازم ادخل في المسار من اول مسار بالظبط. طيب المسار عندنا بيبدا من ايه؟ من اول هوم. طيب بما اننا في الروت بنبدا بالسلاش، سلاش هوم، بعد كده سلاش عبد الرحمن، هتلاقي الاسم ده موجود عندك، الهوم ده موجود عندك لو انت روت، والاسم التاني ده هو اسم هتلاقيه موجود كالي مثلا او اي اسم انت مسجل بيه. طيب انا عايز انقله فين بقى بالظبط؟ انا عايز انقله في تيست. طيب تعالوا نضيف كده تيست، تمام. انا لو ضغطت انتر دلوقتي هينقله في تيست، بس خلي بالك انت واقف فين دلوقتي؟ في المسار اللي هو مسار تاني جوه الملف اسمه بتاع عبد الرحمن، جوه الفولدر بتاع عبد الرحمن. طيب تعالوا نرجع كده نضغط انتر. زي ما انت شايف كده، انا لو نسيت داش الار هو فكرني بيها. طب ليه بقى؟ لان احنا قلنا الداش ار بتستخدم مع الفولدر، تمام. داش ار، ناخد ده كده كوبي. طيب هنا ما جابليش الايرور، انما في الاول زي ما انت شفت كده اول ما انا نسيت الداش الار هنا بقى لي ان ده فولدر دايركتوري، ما اقدرش انقله من غير الداش الار. طيب تعالوا نرجع بقى تاني وندخل على التست. هنرجع ازاي؟ عن طريق السي دي وبعد كده نقطتين. طيب كده رجعنا خطوه لورا، نضغط ال اس، جاب لي كل الحاجات اللي جوه عبد الرحمن. طيب عايزين ندخل تاني على الملف او الفولدر اللي هو اسمه تيست، نضغط سي دي تيست، تمام. بعد كده ال اس، زي ما انت شايف كده جاب لي الاداه بالظبط اللي انا لسه ناقلها، خد لي منها نسخه وحطها لي في التيست. طيب دلوقتي انا لو عايز اعمل موف، عايز انقلها مثلا بس مش عايز اخد منها كوبي، نفس الطريقه بالظبط بس هتستخدم موف. طيب بس خلي بالك بقى، في عندنا حاجه في الموف فيها طريقتين. الموف ممكن تنقل ملف وممكن تغير بيها اسم. طيب وليكن مثلا هنغير بيها الاسم اللي هو بتاع اكس واي زد ده، اكس واي زد دوت تكست، وليكن مثلا هغيره وهخليه مثلا عبده دوت تكست. طيب لو ضغطنا كده انتر وضغطنا ال اس، زي ما انت شايف كده غير لي اسم الملف اللي انا كنت ناشئه. طيب انا لو عايز بقى انقله لمكان تاني، هنضغط مثلا نكتب موف، ليكن مثلا ناخد ده كده كنترول سي، كنترول شيفت سي، موف، تمام. عايزين بقى ننقله فين؟ هنحطه مثلا في التولز مثلا. طيب هننقله ازاي؟ عن طريق المسار بالظبط، نحط هوم، بعد كده عبد الرحمن، بعد كده تولز. طيب لو ضغطنا انتر نقله لي على طول، ما قاليش داش ار. ليه؟ لان اتفقنا ان الداش الار بتبقى مع المجلدات بس او الفولدرز بس، تمام. طيب لو ضغطنا ال اس دلوقتي مش هتلاقي الملف اللي هو اسمه عبده دوت تكست، ال اس بقى موجود ارجن بس. طيب نرجع تاني او ندخل، عايزين ندخل فين دلوقتي؟ ندخل في الهوم،
الرحمن. ندخل على تولز. طيب هنا احنا موجودين جوه عبد الرحمن، جوه التست. لو انا عايز ادخل على مجلد، او عايز ادخل على مجلد معين ولكن انا في مكان تاني، لازم اكتب له المسار كامل. وليكن مثلا واحد في السعودية عايز ينزل مصر مثلا، وانت في محافظة مثلا وليكن المنوفية، هتقول له تركب اول طيارة هتنزلك على مطار القاهرة، بعد كده عربية او هتركب قطر ينزلك على محافظة المنوفية، وليكن هتنزل منوف مثلا، هتركب عربية تنزلك منوف. طيب لو واحد بقى اصلا من منوف وعايز مثلا هنتقابل مثلا على قهوة معينة، هل لازم اقول له لازم تركب عربية وتروح محافظة المنوفية وكذا؟ لا، هقول له على طول روح على القهوة الفلانية. طيب تعالى نضغط انتر كده، زي ما انت شايف كده نقل لي على التولز على طول. طيب دوت ال اس، زي ما انت شايف كده جاب لي عبده التكست اللي انا لسه نقل. طيب تعالوا نحذف بقى عبده التكست ده، ريموف. طيب دلوقتي بقى انا لو عايز اعرف معلومات عن الجهاز، وليكن مثلا عايز اعرف معلومات عن الشبكة، هعملها ازاي؟ في عندنا اف config، لو ضغطنا انتر كده هيجيب لي المعلومات عن الاي بي مثلا اهو، والماك ادرس وغيره. طيب عايز احذف بقى الحاجات دي كلها، عايز اشيلها افضي الدنيا دي كده عشان ابقى شايف. في عندنا حاجه اسمها كلير، كده نضفت كل حاجه. طيب عايزين نعرف بقى معلومات عن الميموري، نشوف مساحه الميموري او الحاجات اللي في الميموري. هنكتب فري. طيب الفري دي بتعمل ايه بقى؟ بتشوف لي المساحه بتاعه الميموري نفسها، او ايه الحاجات اللي شغاله في الميموري، او مستهلك قد ايه من الميموري. زي ما انت شايف كده ديت الحاجات اللي انا مستخدمها من الرامات. طيب لو انا عايز بعرف حاجات او معلومات عن الهارد ديسك، طيب هنستخدم دي اف داش اتش. زي ما انت شايف كده ديت الحاجات اللي موجوده او واخده مساحه عندي، وقال لي المساحه اللي متاخده من كل حته فيه. طيب. لو عايز اعرف بقى معلومات عن البروسيسور، المعالج، ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني لو انا شغال مثلا على اداه ولكن الاداه ديت شغاله بتاخد مساحه كبيره قوي من المعالج. هتفرق معايا ان انا ما شغلش اكتر من اداه، فانا عايز اعرف بتاخد قد ايه. وليكن بي اس اي يو اكس، زي ما انت شايف كده جاب لي المعلومات عن البروسيسور وايه الحاجات اللي شغاله دلوقتي والحاجات اللي موجوده في الخلفيه. طيب لو انا مثلا عايز اوقف حاجه منهم، بس انا شغال روت. طيب خلينا نرجع كده نستخدم يوزر عادي، اكزيت. بي اس يو اكس. وليكن مثلا انا عايز اوقف دي، ناخدها كده كوبي. وهتوقفها ازاي؟ عن طريق اداة او عن طريق امر اسمه كيل، وهتحط الرقم بتاعها، تضغط انتر هيروح موقفها لك. بروسيسور
هو اللي شغال دلوقتي حاجات تبع النظام، فعشان كده مش راضي يعمل لها كل. لكن وليكن مثلا طيب ما علينا، مش هنحتاجها كتير يعني. طيب ندخل بقى على حاجة اسمها البريميشن. ايه بقى هي الحاجة اللي اسمها بريميشن دي؟ وليكن مثلا ندخل ls cd test ls. ماشي، احنا عندنا الارج. طيب البريميشن دي بقى ديت الحاجات اللي المستخدم يقدر يعملها وحضرتك تقدر تعملها. طيب تعالوا نشوف كده، وليكن مثلا ننشئ ملف او ننشئ كمان ملف ايوه نانو. ماشي، نرجع الملف is not x sudo طيب وليكن مثلا نحط فيه اي حاجة، كنترول او كنترول اكس. طيب دلوقتي ضاف لي الملف ده. الملف ده، هل الملف ده اقدر احذفه دلوقتي لو انا كده؟ تعالوا نجرب. rm xyz. خلي بالك انا كده مش روت، انا كده عادي. لو ضغطت انتر هيقول لي ما تقدرش تحذفه. زي ما انت شايف كده ما رضاش يخليني احذفه. ليه؟ لان انا كنت ناشئه وانا روت. لما كنت روت نشأت الملف ده، فعشان احذفه لازم اكون روت. طيب انما لو انا نشأت الملف وانا يوزر عادي اقدر احذفه وانا روت عادي. تخيل معايا كده ان الروت والمستخدم العادي ما بين المدير وما بين اليوزر اللي هو او الموظف اللي شغال عند المدير. المدير يقدر يعمل اي حاجه في الشركه بتاعته، انما الموظف لا، ليه شغل معين المدير هو اللي بيديهوله، ما ينفعش العكس هو اللي يمشي. طيب تعالوا بقى نكمل وندخل في حوار البريميشن. البريميشنز ديت هي الحاجات اللي هي الصلاحيات. طيب احنا قلنا عندنا حاجه اسمها ال LS عشان نشوف ايه، نشوف الحاجات اللي جوه المجلد ده. طيب في عندنا بقى LS داش LAH، او خلينا في LA الاول. طيب دلوقتي قال لي ان في عندك ملف اسمه الفولدر اسمه ارجن. طيب عرفني منين اللي هو فولدر؟ هتقولي من الالوان. طيب في طريقه تانية ممكن اعرفها، بادئ من عن بادئ في اولها حرف الدي. طالما بادئ في اولها حرف الدي اعرف ان ده فولدر. طيب هنا لما قلنا ان ده ملف، لما نشأناه بالنانو فوق اهو ما جابليش قدامه حرف الدي، تمام، وقال لي ان انا نشأه بالروت، والروت هو اللي واخد الصلاحيه. الحاجات بقى اللي انا بقول لك عليها اللي هي البريميشن، اللي هي الحاجات اللي هي في الاول دي، اللي هي الار دبليو والحاجات دي. طيب الار يعني ايه؟ الار يعني ريد، دي تقدر تقرا منها براحتك ولكن ما تقدرش تعدل. طيب الرايت تقدر تقرا وتعدل جوه الملف اللي انت ناشئه او الفولدر. طيب الاكس ده هو الامر اللي انت بتشغل بيه الاداه. وليكن مثلا احنا عندنا اداه اللي هي ارجن، ديت اداه هنعرفها في المستقبل نستخدمها في الباج باونتي. طيب واخده علامه الاكس. طيب الاكس ديت يعني ايه؟ ديت بقول لها ان انا هشغل الاداه عن طريق الاكس. طيب دلوقتي في عندنا 3 خانات زي ما انت شايف كده، في عندنا الار دبليو اكس، وفي عندنا فاضي. وليكن مثلا خلينا شغالين على الارجن، هاتها كده كوبي.
الار دبليو اكس. اول جزئيه ديت جزئيه الروت او صاحب اللي عامل الملف. هنا اللي عامل الملف اللي هو الروت. تمام، عشان انا كنت نقله بالروت. طيب، او هنا برضو عشان كنت ناشئه بالنانو عن طريق الروت بطريقه سودو. طيب، اول جزئيه ديت اللي هو الروت المالك اللي هو انت. طيب، تاني جزئيه اللي هي بتاعه الجروب. وليكن مثلا انا هبعت البرنامج ده لجروب معين، انا عايزه مثلا يعمل فيه الريد، الريد اي والاكسكيوت ويشغل البرنامج، يقرا البرنامج ويشغله، مش عايزه يعدل عليه. هديله عن طريق الريد والاكس، الار والاكس. طيب، اخر حاجه ديت اللي هي اي مستخدم عادي يقدر يعمل ايه في البرنامج. طيب، انا لو عايز اغير الدنيا دي كلها، وليكن مثلا هنقول عايزهم كلهم ياخدوا الاكس، نكتب change مود بلس اكس. طيب، انا عايز اغير ايه؟ عايز اغير اللي هو الاكس واي زد دوت تكست. لو ضغطت انتر هل هيغير؟ مرضاش يغير. طب ليه؟ قال لي نوت بريمايد. دلوقتي بيقول لي انت ما معكش الصلاحيات. ليه؟ لان انا ناشئه عن طريق الروت، فما ينفعش وانا يوزر او مستخدم عادي اعدل فيه، لازم اكون روت زيه. طيب، هنعمل ايه؟ نرجع كده ونكتب قبلها سودو بس، عشان انا عايزه ينفذه بطريق الروت، ولكن انا في نفس الوقت يوزر عادي. طيب، نضغط انتر. طيب، كده المفروض عمله لي. تعالوا نشوف كده تاني، نرجع ls -la. طيب، زي ما انت شايف كده قلبها لي باللون الاخضر، وحط لي الاكس في كل حته. الاكس كانت موجوده هنا، الاكس ما كانتش موجوده خالص. تمام، هنا حط لي الاكس اللي هو الاكسكيوت، اقدر انفذه لو ده برنامج، اقدر انفذه على طول. طيب، لو انا عايز بقى اشيله، هي بالظبط نفس الامر، ولكن بدل البلس هتحط ماينس. هات انتر الاس. زي ما انت شايف كده شال لي الاكس من كله ورجعها لي لونها العادي. دلوقتي الحاجات ديت اللي هي الريد والاكسكيوت والرايت ليهم ارقام. في عندنا الريد وده رقم كم واحد، والرايت ده رقم 2. تمام، والاكسكيوت ده رقم 4. طيب، ايه الحكمة بقى من الارقام دي؟ هتقولي طب ليه الاكسكيوت مش واخد رقم 3؟ هقول لك دلوقتي، بس عايزك تحفظ الارقام دي دلوقتي حاليا. تمام، تعال نفتح فايل جديد. دلوقتي انا ممكن ls، طيب ممكن اعمل change مود، ولكن بدل ما اقول له يضيف لي في كل حتة، لا، انا عايزه يضيف لي الارقام بس. وليكن مثلا انا عايزه يضيف لي كلهم، يخليه اقدر اعملهم ثانية ls داش ال. تمام، انا عايز اخلي كله اليوزر والروت وكل حاجه ياخد كل حاجه، يقدر يعمل اي صلاحيه هو عايزها. قلنا هنستخدم سودو عشان احنا ناشئينه بالروت، وهنقول change مود، وهنقول له 3 سبعات، ونحط الفولدر اللي هو الاكس واي زد الملف. تمام،
ls داش lh. زي ما انت شايف كده، لاحظ الفرق. هنا اداني كل الصلاحيات للملف اللي انا ناشئه ده. طيب ايه بقى الثلاث سبعات دول؟ الثلاث سبعات اللي هو الجمع بتوع دول، لو انت جمعتهم 4 و2 6 و1 7. طيب الثلاث سبعات دولت ليه بقى؟ زي ما انا قلت لك في الاول، اول جزئيه، اول ثلاثه دولت بتوع الروت او بتوع صاحب الملف نفسه، وتاني تالت اجزاء دول بتوع الجروب، واخر اجزاء اللي هي بتوع اليوزرز العاديين، المستخدمين العاديين. طيب اول خانه خالص زي ما انا قلت لك بيعرفوا ان ده ملف او فولدر. طيب فهنا كل واحد واخد الرقم. دلوقتي انا قلت له عايز اول جزئيه اللي هو صاحب الملف ياخد كل حاجه، فاديت له رقم 7. طيب احنا لو غيرنا كده نقول له 6 مثلا 7، دوس انتر ls زي ما انت شايف كده غيرنا البريميشن. طيب عايزين بقى نعرف حاجة تانية، وهي عن طريق أداة الفايب. الفايب اللي هي العمود ده، هتلاقيه فوق السلاش تحت الباك سبيس على طول. طيب الفايب ده وليكن مثلا انا عايز اعمل كات للاكس واي زد. دلوقتي يطلع لي الكلام اللي انا كاتبه جوه ده احنا عرفناه. طيب لو انا حطيت الفايب دي اللي هي الرمز ده، لو انا عملته كده ده معناه ايه؟ معناه انت هتقرا الحاجات الملف اللي جوه الملف، ولكن الامر اللي هيجي بعده عايزه يتنفذ. وليكن مثلا انا هكتب WC. WC ديت عشان اعرف عدد الارقام، عدد الحاجات اللي موجوده جوه الملف. ليكن WC انتر، هنا جاب لي عدد السطور 3 3 3 ماشي، وهنا عدد الحروف. طيب ده هيفيدني في ايه بقى؟ ده هيفيدني في حاجه، وليكن مثلا انا كنت شغال على تارجت CD. نرجع، العلامه دي علامه الهوم، اللي هو لو انا ضغطت هنا لو كتبت BWD هيبدأ لي من الهوم. تمام. علامة الهوم اللي هي العلامة اللي هي عاملة عند حرف الزال بالظبط. نقول له CD، ندخل عند الهوم عندي بريلوك. طيب لسه دلوقتي وليكن مثلا انا عندي حاجة اسمها ماشي لايف URS مثلا. لو كتبنا خدنا كات XYZ او اسمها ايه لايف URS وحطينا WC، هنا قال لي عدد السطور اللي موجودة. انت متخيل لما تبقى بتجمع وليكن سب دومين، ده هنعرفه قدام برضو. لايف تمام. انت بتجمع وليكن ده حاجة بسيطة خالص، انت مجمع ده كله، ولكن انا عايز اعرف بقى انا مجمع قد ايه. انا مش هقعد ادخل واشوف انا مجمع قد ايه واشوف الحروف واشوف السطور، متعبة. فهستخدم الحاجة اللي هي اسمها WC، الجريب WC. طيب او الفايب. هناخد بقى حاجة اسمها الجريب. الجريب دي بتعمل ايه بقى؟ تعالوا شوف، تشيل WC حطوا جريب. وليكن مثلا عايز يطلع لي
حاجة دوت جي اس مثلا. طيب هنا هيدور لي عن الجي اس اي حاجة موجودة او مكتوبة اسمها جي اس جوه اللايف يو ار اس يو ار ال اس، ماشي، اللي هو جوه العنوان ده. ليكن اضغط انتر. هنا زي ما انت شايف كده هعملها لي باللون الاحمر، جاب لي ده كله تمام باللي انا كنت مجمعه. طيب فده هنستخدمه قدام، هنستخدمه كتير كمان. طيب دلوقتي بقى احنا لو عايزين ننزل اداة، احنا دلوقتي عرفنا ازاي نستخدم كالي يعني الى حد ما كويس. لو عايزين بقى ننزل اي اداة هنعمل ايه؟ قلنا نستخدم سودو. بعد كده apt install. دي اول حاجة نستخدمها سودو apt install، وهنا هتحط اسم الاداة، وليكن مثلا ننزل ويباك مثلا. طيب هنا قال لي ان الويباك مش موجودة، فهتعمل ايه؟ هتروح وليكن مثلا على جوجل وهتبحث في جيت هاب، وهتلاقي في عندك انستول، فهتبدأ مثلا عن طريق الجو، وليكن جو انستول، وليكن هيديلك الرابط ده تمام. هنضغط انتر. يبقى اول ما تضغط انتر هتلاقيه بينزل لك الاداة. هنا قال لي ان الاداة موجودة، نو سبيس سودو. وانا بيقول لي مفيش مساحة، بس كده كده منزلها يعني. ممكن نستخدم سودو جو كده هينزلها لي برضه، بس هينزلها لي في الروت. طيب دي اول طريقة ننزل بيها الاداة، ننزل بيها اي اداة. طيب في عندنا طريقة تانية عن طريق السناب. نستخدم السناب وانستول، وهنا بنحط اسم الاداة، بتحطه بعد انستول على طول. طيب في عندنا بقى طريقة تالتة وليكن مختلفة شوية، وليكن مثلا كنت منزل كروم الداونلود. انت عندك هينزل عندك وليكن مثلا جوجل كروم، ولكن هنا هيقول لك دي باكج. دي باكج اول ما تشوف حاجة اسمها دي باكج اول ما تلاقي في حاجة اسمها دي باكج هتستخدم اللي هي الامر دي باكج على طول، اللي هو ده. استخدم دي باكج داش اي. وبعد كده هتقول له وليكن انت هيكون منزل معاك مثلا جوجل كروم مثلا، هيكون مثلا بالطريقة ديت، ولكن هيكون اخره دوت دي باكج. فدي باكج بتنزل اي امتداد دوت دي باكج. تمام تمام كده. يبقى كده احنا عندنا 3 حاجات. تعالوا بقى نراجع الدنيا دي كلها تاني من الاول. كلير. طيب اول حاجة في عندنا حاجة اسمها سودو اس يو، اللي هو في عندنا حاجة اسمها المدير وحاجة اسمها اليوزر العادي. المدير ده هو المتحكم او يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها. اليوزر العادي
ممكن في حاجات يقدر يعملها وحاجات تانية ما يقدرش يعملها. طيب انا دلوقتي من ليه ما استخدمش او اكون مدير على طول؟ ليه ما اعملش سودو على طول؟ لان ممكن غصب عني امسح ملف مهم، ممكن اوقف النظام كله. فعشان كده ما استخدمش السودو. ممكن حد يخترقني لو انا مستخدم السودو، هيقدر يتحكم في كل حاجة في الجهاز. طيب تاني حاجة قلناها اللي هي ازاي ننشئ ملف عن طريق النانو. تكست انتر، وهنقول له لو بس مثلا تكتب اي حاجة هنا، كنترول او عشان تحفظ، وبعد كده انتر، بعد كده كنترول اكس. تمام كده انا نشأته عادي كيوزر عادي. تمام. لو انا ضغطت ال اس كده هتلاقيه موجود، كتبته ايه اكس واي زد، هتلاقيه موجود اكس واي زد. طيب لو انا عايز اقرا الحاجات اللي انا كتبتها جواه، نضغط عن طريق اداة اسمها او امر اسمه كات اكس واي زد دوت تكست. طيب هتقولي بنكتب بسرعة ازاي كده؟ تكتب اول حرف اكس واي زد او اكس مثلا، وبعد كده تضغط على التاب، هتلاقيه كتبها لك على طول. ولو ضغطنا انتر كده هجاب لي الحاجات اللي جوه. طيب لو انا عايز اشوف كام سطر موجود وكام حرف موجود وكام كلمة موجودة، عن طريق ال WC. زي ما انت شايف كده هنا جاب لي سطر واحد، كلمتين، هلو كلمة على بعضها، وبلس دي كلمة لوحدها. طيب كام حرف؟ 9 حروف. طيب هو ليه حسبها لي 9؟ عشان هو زود رقمين. تمام. المسافة بتتحسب بواحد عادي. طيب دلوقتي لو عايزين نضيف حاجة جوه الملف ده، عندنا عن طريق أداة اسمها أو عن طريق أمر اسمه ايكو. والحاجة اللي احنا عايزين نضيفها وليكن مثلا احنا عايزين نضيف وورلد مثلا. طيب قلنا في عندنا طريقتين لو احنا عايزين نضيف الحاجة ديت على الحاجة الموجودة جواها. بنستخدم علامة واحدة ونقول له اسم الملف اللي هو XYZ، نضغط انتر كده مسح لي كل الحاجات اللي كانت موجودة. لو كتبنا كات XYZ كده مسح لي الحاجات وضاف لي الكلمة اللي انا عايزها. طيب لو انا عايز اضيف مثلا رقم واحد، ولكن انا عايزه ما يمسحليش الحاجة اللي جواها، بنحط العلامتين دول، اضغط كات. طيب زي ما انت شايف كده ضافهولي. طيب تاني حاجة او الحاجة اللي بعدها ازاي نحذف الملف اللي احنا نشأناه. او خلينا نشوف بالاول البريميشن، وبعد كده نبقى نحذف في الاخر. البريميشن هنقول له ls داش la. طيب لو انا ضفت الاتش كده هنشوف ايه اللي هيحصل. هنا جاب لي كل حاجة موجودة قد ايه وهي مستخدمة قد ايه وناشئها من امتى. طيب ls مش محتاجين ده كله دلوقتي. la داش la. طيب ماشي، ادي عندنا الاكس واي زد. تمام. وهنا زي ما انا قلت لك اهو، المره اللي فاتت كان كاتب لي روت. ليه؟ لان انا كنت ناشئها بالروت، ما كنتش ناشئها باليوزر العادي. طيب وهنا مديني الصلاحيات بتاعتها. اول خانه قلنا ان ده مش فولدر، فهو هنا ما كتبليش او ما حطليش حرف الدي. طيب عايز بقى اضيف او اغير الصلاحيات بتاعته، نستخدم change مود. ولاحظ معايا هنا ان احنا هنا ممكن ما نستخدمش سودو عادي، بلس اكس
xyz تكست دوت انتر. زي ما انت شايف كده نفذها لي على طول من غير ما اكتب له سودو. ليه؟ لان هنا ناشئينه باليوزر العادي مش ناشئينه بالروت. طيب زي ما انت شايف كده نشأه لي على طول. طيب دلوقتي انا لو عايز احذف الملف ده، نضغط عندنا نكتب ريموف ونكتب اسم الملف xyz. تمام. لو ضغطنا ls مش هنلاقيه. طيب كلير. دلوقتي لو انا عايز انشئ مثلا ملف او عايز انشئ فولدر make directory، وليكن مثلا انشئ فولدر اسمه تيست، نضغط انتر. شوف ls زي ما انت شايف كده نشأ لي الملف اللي اسمه تيست او المجلد اللي اسمه تيست. طيب عايزين ندخل جوه المجلد ده، نحط cd ندخل جوه المجلد. طالما الحاجة احنا واقفين بره وشايفين المجلد اللي احنا ندخله، بنكتب cd واسم المجلد على طول تيست. طيب لو انا ضغطت ls كده، لو انا ضغطت ls مفيش حاجة. طب دلوقتي لو انا عايز مثلا ادخل على الداونلود، الداونلود في عندنا هنا الأداة اللي هي لسه منزلها دي. طيب ماشي، عايزين ندخل على الداونلود، هنعمل ايه؟ هندخل نكتب cd ولكن هنكتب اسم المسار كامل. طيب انا عايز اعرف المسار بيبدأ ازاي. نكتب BWD عشان اشوف دلوقتي انا واقف فين. دلوقتي انا واقف في الهوم، وبعد كده عبد الرحمن، بعد كده باج باونتي، ولكن واسم الباج او اسم التارجت اللي انا شغال عليه، وفولدر تاني اسمه تيست. انا دلوقتي عايز ادخل في الداونلود. الداونلود انا عارف ان هو بعد عبد الرحمن. هعمل ايه؟ اكتب cd، بعد كده هنقول له نرجع للهوم، ده الهوم، بعد كده سلاش، بعد كده هنكتب كده احنا رجعنا للهوم على طول. هل هنكتب بقى عبد الرحمن تاني وبعد كده باك باونتي؟ لا. هنعمل ايه؟ هنقول هندخل على الداونلود على طول. طب انا عايز دلوقتي اعرف الحاجات اللي موجوده. اضغط تاب، هتضغط تاب هتلاقي الحاجات اللي ممكن تدخل فيها. طيب في عندك الميوزك والحاجات المجلدات دي. هنكتب مثلا داونلود، نضغط انتر. كده دخلت على الداونلودز من وانا جوه التست. طيب دلوقتي طب انا لو عايز احذف المجلد اللي هو اسمه التست وانا بره، هحذفه ازاي؟ نكتب ريموف داش ار عشان عرفنا ان ده مجلد. طيب انا عايز احذف المجلد اللي هو اسمه تيست. طب انا دلوقتي واقف فين؟ واقف في الداونلودز. لازم ادخل المسار ده كله. هدخله ازاي؟ زي ما اتفقنا سلاش باك باونتي، دي كده هنا تيست. المجلد اللي انا عايز احذفه اسمه تيست، نكتب تيست. طيب دلوقتي ممكن احذف تيست والتكست والتيست العادي. طيب انا لو اديتها له كده كده يحذف المجلد العادي عشان طالما انا اديت له داش ار. اضغط انتر كده حذفها لي على طول. لو انا رجعت تاني هتلاقيه محذوف. طيب قلنا ايه تاني؟ قلنا ازاي ننقل وازاي نحذف وازاي ناخد كوبي. وليكن مثلا حط تاتش. تاتش ممكن تنشئ ملف ولكن مش هتكتب جواه حاجة دلوقتي، لازم تكتب نانو تاني عشان تكتب جواه. ولكن ممكن نقول xyz دوت تكست. انا لو عملت كده وبعد كده ls هتلاقيه عمل لي ملف اسمه xyz. ولو عملت له كات هلاقيه فاضي، مطبعليش حاجة. طيب لو انا عايز بقى اخده كوبي، نكتب او تعالوا نغير الاسم الاول. هنقول له مثلا عايزين هنغير عن طريق الموف. قلنا ان الموف ممكن تغير وممكن تنقل لملف لمكان تاني. طيب هغير دلوقتي الاسم وليكن مثلا xyz احنا لسه كاتبينه، ونقول له
تيست واحد دوت تكست. نضغط انتر. لو ضغطنا ls هتلاقيه اتغير للتيست واحد دوت تكست. طيب دلوقتي طب انا لو عايز انقله لمكان تاني هعمل ايه؟ هنعمل موف ونكتب تيست. طيب هنقله فين دلوقتي؟ لو انا عايز ارجع هنقله احطه في المكان ده. طيب كده اتنقل. طب لو انا ضغطت ls مش هلاقيه موجود. طيب عايزين ندخل نرجع وندخل المكان اللي احنا ضفناه فيه اللي هو الباك بارنتي cd ونقول له ادخل لي في المسار ده. طيب لو ضغطت ls زي ما انت شايف كده نقله لي هنا. طيب ازاي ناخد منه كوبي؟ تعمل cp test one دوت انتر او مضفناش المسار test one ونقول له وليكن مثلا او نقول له عايزك تعمل لي ملف تيست وكمان تعمل لي تاخد لي كوبي من التيست 1 دوت تكست وتحطه لي في المسار او تحطه لي جوه التيست. اضغط انتر. نكريت دايركتوريز ماشي. هنستخدمه عن طريق السودو عشان بيقول لي مفيش مساحة. واحد تانية برضو سودو طيب عايزين ناخده كوبي تيست واحد دوت تكست. طيب دلوقتي انا خدته كوبي عايز احطه جوه التيست. هل اديله المسار كله؟ لا، اكتب تيست على طول. ls ندخل على السي دي تيست ls زي ما انت شايف كده خدولي كوبي. طيب في اي حاجه مش مفهومه دلوقتي لحد كده يا شباب؟